واش شفتوا شنو طاري في السما ديال جنوب المغرب واكادير؟ غمامه كحله غطات الشمس، صحابنا غادي طيح الشتا والخير. ساعات تقضيه في الغفله جاو يشاركونا زرعنا وما معروضينش للعرس. سمعوا مزيان يا الخوت وحلوا ودنيكم، حيت القضيه فيها 100 حسبه وحسبه. هذا العام ديال 2026 جايب معاه العجب المتعجب. منظمه الفاو ديال الامم المتحده دق ناقوس الخطر وقالت باللي الجراد الصحراوي رجع يولد ويدير الحاله في جنوب المغرب. مع هذا التخربيق ديال المناخ والجفاف اللي ضارب البلاد هاد السنين، الجراد لقى الجو مناسب باش يكتر، وبدا كيزحف من جهه موريتانيا وطالع قاصد العيون وقولميم وتيزنيت حتى وصل ضرب دوره في السما ديال اكادير. بنادم بقى غير كيشوف مصدوم مع راسو وكيصور بالتليفونات. وردوا البال، هاد القوم راه ما كيرحمش احبابي، هادو راهم كيطيروا بحال شي طيارات عامرين بالجيعانين اللي ما شافوش نعمه شحال هادي. خصكم تعرفوا باللي سير بواحد ديال الجراد يقد يكون فيه غير كيلومتر مربع، كياكل في نهار واحد داكشي اللي كياكلوه 35 ألف بنادم في نهارهم. يعني مدينه قاده براسها يطرطقوا ليها ماونتها فرمش تعين، فين ما بانت ليهم شي خضوريه، زرع، شجر ديال الزيتون، اركان ولا حتى الربيع اللي كترعى فيه البهايم كيصيفطوها ديريكت، كيخليو الارض قرعه كتصفر بحال لا دازت من تما شي عافيه. ولكن بلاتي ما خاصش الفلاحه ديالنا يدخلهم الرعب اكثر من القياس، حيت الدوله ووزاره الفلاحه ما مخلينش اللعب يدوز هكاك ساهل. راهم مديكلاريين حاله طوارئ في ديك المناطق ديال الجنوب كامله. فرق المكافحه راهم خدامين ليل ونهار، كيرشوا الدواء والمبيدات بالطوموبيلات المجهزه والطيارات في الصحراء باش يحبسوا هذا الهجوم قبل ما يوصل للفيرمات الكبار ويدير لنا كارثه في الخضره والديسير اللي غادي يغلف لينا في السواق. الهدف ديالهم كيقتلوهم في منبعو باش نمنعوهم يزيدوا للقدام للمناطق الفلاحيه الحساسه. انا بعدا كنفكر غير في شحال هادي جدودنا كانوا كيشدوا هذا الجراد بالخلاشي، كيجمعوه ويسلقوه في المطايب والملح ويقليوه حتى كيقصاح ويقركموه مع شي برادتاي مشحر بالشيبه ونعناع على حقه وطريقه. خليك بنين بحال الكامبا وفيه الدواء البرد. دابا مع هذا الغلا اللي شاعل في اللحم والدجاج، وقيل الجراد هو البروتين فابور اللي صافطات لنا الطبيعه باش نعديو به هاد الايامات. ما كرهناش نجمعوه ونبداو نبيعوه بالكيلو بحال الزريعه. وانتوما يا المغاربه قولوا لي الصراحه، واش تقدوا تزعموا عليه وتاكلوه لا حطوه لكم في الطبسيل، ولا غادي تعيفوه وتخليوه ليه الدار؟ خليو لي رايكم في التعاليق لتحت، وما تنساوش تطرطقوا البوطونه جيم وتابوناو في القناه وبارطاجيو الفيديو باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تبارك الله عليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.